السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. هنبدأ اليوم إن شاء الله في باب الوقف على مرسوم الخط. تعريف الخط هو تصوير الكلمة بحروف هجائها المتلفظ بها وقفا. تصوير الكلمة بحروف هجائها المتلفظ بها سواء كان وقفا أو ابتداء، فما ظهر في النطق منها من الحروف كتب، وما لم يظهر لم يكتب. ولذلك نجد أن التنوين، نون التنوين، لا تكتب لأنها تحذف وقفا. وأما بالنسبة لهمزة الوصل فإنها تكتب لأنه ينطق بها للتوصل إلى حال الابتداء بالكلمة، يعني تستخدم همزة الوصل للنطق بها حال الابتداء بالكلمة، ولذلك فإنها تكتب. الخط عندنا نوعين، أو الرسم عندنا نوعين: قياسي واصطلاحي. القياسي هو ما وافق فيه اللفظ الخط، ما وافق فيه اللفظ الخط. الاصطلاحي هو ما خالف فيه اللفظ الخط. فبنقول ان اللفظ إذا طابق اللفظ الخط فهو قياسي، وإذا خالف اللفظ بزيادة أو بنقصان أو حذف أو إبدال أو وصل أو قطع فبنسميه اصطلاحي. طيب، الوقف عندنا 3 أنواع. إذا قصد لذاته سمي وقفا اختياريا بالياء. إذا قصد لذاته سمي وقفا اختياريا، وإن كان لضيق نفس أو عذر سمي اضطراريا، وإن كان للتعليم سمي اختباريا بالباء. يقول الناظم رحمه الله تعالى: وقف لكل باتباع ما رسم حذفا ثبوتا اتصالا في الكلم. أي إذا وقفنا على كلمة لأحد من القراء نقف عليها باتباع الرسم، سواء كان بالحذف نحو حاشا لله نقف حاش عشين، أو بالإثبات مثل كتابيه إني نقف على هاء السكت بإثباتها، أو وصل ما كتب متصلا مثل كي لا تكون، كي لا يكون، كي لا. هذه مرسومة موصولة في رسم المصحف، وهذا هو الأصل الذي أشار إليه الناظم بقوله: وقف لكل باتباع ما رسم. ثم قال الناظم: لكن حروف عنهم فيها اختلف، كهاء أنثى كتبت تاء فقف بالهاء رجا حق. اختلف القراء في الوقف على مرسوم الخط على 5 أقسام. يعني هذا الباب يشتمل على 5 أقسام، باب مرسوم الوقف. بدأها الإمام بالقسم الأول وهو قسم الإبدال، فقال: الإبدال هنا المقصود به إبدال حرف مكان حرف آخر، إبدال حرف بحرف آخر. فذكر تاء التأنيث، وتاء التأنيث هي التي تكتب في المصحف تاء مجرورة أو التاء المبسوطة، مثل رحمة، سنة، بينة، معصية، بقية، كل هذه تكتب بالتاء المجرورة. هذه الكلمات كتبت بتاء التأنيث المجرورة، و
وهي التي ممكن يكون فيها خلاف بين القراء، وذلك بخلاف ما كتبت بالتاء المربوطة. والأصل أن هذه الكلمات اللي بالتاء المبسوطة كانت تكتب بالتاء المربوطة، هذا هو القياس، مثل كلمة الجنة، الملائكة، ولكنها كتبت بالتاء المبسوطة. لذلك اختلف فيها بعض القراء، منهم من أبدلها بهاء، ومنهم من قرأها بتاء مبسوطة. من أبدلها بالهاء المرموز لهم برجع حق الكسائي، المكي، البصريان، إذا وقفوا على التاء المبسوطة يقرؤوها هاء في الوقف، أما باقي القراء يقرؤوها بتاء مهموسة. طيب، في ملاحظة هنا بنشير إليها، في بعض الكلمات وردت في القرآن مثل إن الذين حقت عليهم كلمات ربك لا يؤمنون، كلمة ربك لا يؤمنون، بعض قرأها بالإفراد والبعض قرأها بالجمع، في خلاف بين القراء، مثل غيابات الجب، غيابة الجب. هذه الكلمات التي فيها الخلاف بين القراء، من قرأها بالإفراد يقف عليها بالهاء، وهم مثل الكسائي والبصريان والمكي، إذا كان في قراءتهم هذه الكلمة بالإفراد فيقف عليها بالهاء، هي أيضا بتاء مبسوطة فيقف عليها بالهاء، وأما من قرأها بالجمع فلا يقف عليها إلا بالتاء المبسوطة اللي هي المهموسة. يلحق بهذا القسم اللي هو قسم إبدال حرف مكان حرف آخر كلمة حصرت صدورهم، في قراءة يعقوب حصرة صدورهم، فهو يقف عليها بالوجهين، يقف عليها حصرة وحصرت بالتاء المبسوطة، يقف عليها بالهاء. ثم بدأ الناظم يرجع إلى أو يعدد مواضع الخلاف ويذكر من قرأها بالهاء، فقال وذات بهجة، في قوله تعالى حدائق ذات بهجة، واللاتي اللي هي واللاتي والعزى، واللات والعزى، واللات مرضاة كيفما أتت في القرآن، ولات اللي هي ولات حين مناص. كل هذه الكلمات قال الإمام رجه الراء للكسائي، وقف عليها الكسائي بالهاء، ذات بهجة، لفظ ذات التي بعدها كلمة بهجة فقط، يقف عليها بالهاء الكسائي. أيضا واللات والعزى يقف عليها الله، ولات حين مناص يقف ولا مرضاه كيفما أتت في القرآن يقف عليها بالهاء. ثم قال الإمام هيهات هدز خلف راض، هيهات هيهات لما توعدون، حال الوقف على اللفظ هيهات يقف عليها البزي بالهاء ومعه الكسائي قولا واحدا، وأما قنبل فثبت له الخلاف، يقف بالهاء ويقف بالتاء المهموس. ثم قال الإمام يا أبا دم كم ثوى، لفظ يا أبت أو يا أبتي في القرآن يقف عليه بالهاء المكي وابن عامر وأبو جعفر ويعقوب، باقي القراء تقف عليه بالتاء المهموس. ثم هيبدأ الإمام في القسم الثاني وهو قسم الإثبات. يبقى القسم الأول الإبدال، إبدال حرف مكان حرف. القسم الثاني إثبات حرف، بيندرج تحته إثبات هاء السكت وتسمى هاء الإلحاق، والثاني إثبات حرف العلة المحذوف لالتقاء الساكنين، يدخل تحت قسم الإثبات. هيبدأ الإمام بما يتعلق بهاء التأنيث، بهاء السكت. سيتكلم الإمام الآن فيما يختص بهاء السكت،
فقال فيما لما عمه بما مما خلاف هبضبا. الخلاف للبزي ويعقوب يعني البزي كراوي ويعقوب بتمام، الخلاف لهما معا. قول الإمام خلاف هبضبا معنى كده أن الخلاف يشمل الاثنين معا، البزي ويعقوب. فيقف على الألفاظ فيما ولما وعمه وبما ومما بهاء السكت وبترك هاء السكت وفاقا لباقي القراء، فلهم الوجهين. ثم قال الإمام وهي وهو أو وهي وهو ظل بدون خلاف. يقف يعقوب على هو وهي بهاء السكت قولا واحدا بدون خلاف، سواء قصر المنفصل أو مد المنفصل، يعني وسطه. ثم قال الإمام وفي مشدد اسم خلفه، نحو الاسم المشدد اللي هيذكره الإمام بعد كده أو الألفاظ اللي هيذكرها كمثال على هذا الباب له فيها الخلاف، له أن يقف بهاء السكت وله أن يقف بدون هاء السكت. فقال بنحو إليهن، إلي مشددة الياء، يقف إليه ويقف إلي بوجهين. هن اللي هي الهاء نون النسوة المشددة المسبوقة بالهاء، فيقف عليها أيضا بهاء السكت وبترك هاء السكت. والبعض نقل، يعني بعض أهل الأداء نقلوا عن يعقوب الوقف أيضا بالهاء بالخلاف في بنحو عالمين، هو جمع المذكر السالم سواء كان مرفوع أو مجرور. عالمين موفون وقل، يعني يقف طبعا رب العالمين، لو هنوب المفلحون بلاش رب العالمين، لأنه سبحانه وتعالى رب العالمين في أول الفاتحة وليس فيها سكت، لأنك انت هاء السكت لا تأتي إلا على السكت بين السورتين. طبعا في الفاتحة ما في عندك غير استعاذة وبسملة وتكبير. مثلا ولا الضالين يقف عليها بدون هاء ويقف ولا الضالين هكذا. يبقى كل جمع مذكر سالم سواء كان منصوب أو مجرور أو مرفوع يقف عليه بهاء السكت بالخلاف. ثم قال الإمام ويا ويلتا وحسرتا وأسفا وثم غر خلفا. بنسمي هذه الكلمات كلمات ذي الندبة، اللي هي ويلتا يا حسرتا وأسفا وثم الظرفية. هذه الكلمات الأربع يقف عليها رويس بالخلاف أيضا بها السكت، يعني له الوقف بها السكت وله ترك الهاء، يقف باقي القراء. ثم قال الناظم ووصلا حذف، يعني الكلام سيأتي عن الحذف في حال الوصل. ووصلا حذف سلطانية ومالية وما هي في ظاهر، أي أن حمزة ويعقوب قرأ بحذف هاء السكت وصلا، هذا يعني أنها تثبت وقفا. طبعا احنا عارفين المواضع اللي هي هلك عني سلطانية، وفي ما أغنى عني مالية، وما أدراك ما هي نار حامية. هذه الكلمات هاء السكت فيها تثبت وقفا وتسقط وصلا. باقي القراء المسكوت عنهم طبعا بإثباتها في الحالين. ثم عطف الناظم على الحذف، على حذف هاء السكت، وقال كتابية حسابية ظن،
لفظ كتابية ولفظ حسابية. يعقوب يحذف هاء السكت وصلا ويثبتها وقفا، والباقون بالإثبات في الحالين. وأيضا عطفا على الحذف وصلا قال اقتده شفاظبا. فبهداه مقتده قل لا أسألكم وصلا. في حال الوصل يحذف الهاء السكت شفا اللي هم الشيخان ومعهم العاشر ويعقوب، ويثبتوها في الوقف. باقي القراء بالإثبات في الحالين. ثم قال ويتسن عنهم وانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك. قرأ شفاظبا اللي هم الكوفيون الثلاثة، ويعقوب بحذف هاء السكت وصلا وإثباتها وقفا، والباقون على الإثبات في الحالين. ثم قال اقتده كس، بيقول وكسرها اقتده كس. لفظ اقتده قل لا أسألكم قرأ بكسر الهاء اقتده بكسر الهاء ابن عامر. فبهداه مقتده قل لا أسألكم، يكسر الهاء في الوصل ابن عامر. ثم قال وأشبعا من خلفه، قرأ فيها بإشباع الكسرة ابن ذكوان بالخلاف، يبقى هشام له الكسر فقط، وأما ابن ذكوان له الكسر وله إشباع حركة الكسر بوصلها اقتده قل. ثم هيبدأ الإمام في القسم الثالث وهو المقطوع رسما. فقال أيا بأيا ما غفل رضا وعن كل كما الرسم أجل. في قوله تعالى أيا ما تدعو يقف رويس وحمزة والكسائي على أيا ما تدعو. باقي القراء يقف أيما، طبعا وقف الكسائي وقف حمزة ورويس بيبقى اختباري. في النشر نبه الإمام ابن الجزري أنها مفصولة في رسم المصحف، فيجوز الوقف على أي ما تدعو لكل القراء لأنها مرسومة مفصولة في رسم المصحف. قول الناظم وعن كل كما الرسم أجل، أي الأفضل لكل القراء أو الأجل والمقدم هو الوقف حسب رسم المصحف، يعني باتباع ما رسم. بالنسبة بيقول الإمام بعد كده كذاك ويكأنه ويكأن وقيل بالكاف حوى وبالياء رن. هنعديها ونبدأ في وما لسال الكهف. وما لسال الكهف فرقان النساء قيل على ما حسب حفظه رسى، لأن دي تتبع قسم المقطوع رسما. فقول الإمام وما لسال الكهف فرقان النساء قيل على ما حسب حفظه رسى، أي أن قرأ أبو عمرو والكسائي وقفا على فما لهؤلاء القوم أو فما لهذا الرسول، يقف على ما ويبدأ لهذا أو لهؤلاء، وهذا طبعا وقف اختباري زي ما قلنا. يبقى الكسائي وأبو عمرو يقف على ما لهؤلاء القوم، ما لهذا الرسول. باقي القراء يقفوا على اللام.
وأيضا في هذا الموضع ذكر ابن الجزري أنه يجوز لكل القراء اختبارا بالباء، اختبارا أن يقفوا على ما لهؤلاء، لأن الماء مفصولة عن اللام. هنبدأ بقى في القسم الرابع وهو الموصول رسما. قال الناظم: كذاك ويكأنه وويكأن، وقيل بالكاف حوى والياء رن، ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، ويكأنه لا يفلح. هذين اللفظين يقف أبو عمرو على الكاف ويك أن الله، ويقف الكسائي على الياء وي كأن الله. هكذا يقف الكسائي على الياء، ويقف أبو عمرو على الكاف. باقي القراء يقفون على نهاية الكلمة. القسم الخامس وهو قسم الحذف. قال الإمام: ها أيها الرحمن نور الزخرف كم ضم، أي أن ابن عامر قرأ أيها المؤمنون في الرحمن وفي الزخرف وفي سورة النور، قرأ بضم الهاء وصلا، وإذا وقف طبعا يقف بالسكون، ووقف عليه بالقف رجاحما بالألف، وقف عليها الكسائي والبصريان بالألف أيها، والباقون يقفوا على رسم المصحف بالهاء الساكنة. وطبعا ذكرنا قبل كده انه وجه وقف الكسائي والبصريان بالألف يدل عليه باقي المواضع في القرآن المرسومة بالألف. هيرجع تاني الإمام يتكلم عن المقطوع رسما، فبيقول: كأين النون وبالياء حما، في قوله تعالى: وكأي من قرية أو وكأي من نبي. كل ما ورد منها في القرآن يقف، كل القراء يقفوا بالنون إلا البصريان يقفوا بالياء، وكأي من قرية، لأن النون عندهم نون تنوين وتسقط وقفا، ليست نون مرسومة في المصحف. ثم هيبدأ الإمام يتكلم عن ما يثبت، يعني يدخل تحت قسم الإثبات تاني، فقال: والياء إن تحذف لساكن ضما، وهيبتدي يديني المواضع التي حذفت فيها الياء لالتقاء الساكنين، فحال الوقف ترد الياء في قراءة يعقوب. أحيانا قد تحذف الياء بسبب التنوين، التقاء النون الساكنة مع الحرف الساكن، نون التنوين الساكنة مع الحرف الساكن، فبيسقط الساكن الأول، مثل غواشي، لما تقفي عليها جات لك في القرآن غواش بتنوين بدون الياء، حذفت الياء لوجود النون الساكنة. المواضع اللي معانا هنا فيها الياء ساكنة وحذفت لالتقاء الساكنين، فعند الوقف عليها ليعقوب يقف عليها بإثبات الياء وقفا. قال الإمام: يردني يؤتي يقضي تغني الوادي، صال الجوارح شون ننجي هادي. في المواضع التالية: إن يردني الرحمن بضر، لما تقف يردني، كل القراء ومن يؤتى الحكمة إلا يعقوب يقرأ ومن يؤتي الحكمة ويقف يؤتي. وسوف يؤتي الله المؤمنين أجرا عظيما، أيضا يقف يرجع الياء يؤتي. والله يقضي الحق، لما يقف يقضي. فما تغني النذر تغني وقفا.
بالوادي المقدس طوى في طه والنازعات يقف الوادي يرد الياء، وأيضا وادي النمل يرد الياء وقفا وادي. الوادي الأيمن أيضا في كلمة وادي اللي بعدها ساكن يرد الياء وقفا. وإن الله لهادي الذين آمنوا اللي في سورة الحج لهادي يقف بالياء. وما أنت بهادي العمي يقف عليها بالياء. كلها يثبت فيها الياء. وأيضا ننجي المؤمنين، والجواري المنشآت والجواري الكنس، صال الجحيم، كل هذه حال الوقف عليها. اخشوني وبعدين اخشوني اليوم أكملت لكم، هذه أيضا كلها يرد الياء التي حذفت لالتقاء الساكنين، يردها وقفا يعني يثبتها حال الوقف. هناك بعض القراء اللي وافقوا ويعقوب على إثبات الياء وقفا، وهنا يبدأ يذكرهم الإمام بقوله وافق وادي النمل هادي الروم رم، يعني وافق على إثبات وادي حال الوقف في موضع النمل، وأيضا هادي العمي اللي في الروم يقف الكسائي بإثبات الياء فيها. تهدي بها فوز، وما أنت تهدي العمي يقف حمزة، تهدي يقف بالياء. ثم قال ينادي قاف دم، ينادي وبعدين ينادي المنادي من مكان بعيد يثبت الياء في ينادي وقفا. المكي بالإضافة ليعقوب، يعني كل دول أثبتوا الياء وفاقا ليعقوب. بخلفهم، يعني الياء التي يثبتها الكسائي وحمزة والمكي لهم فيها الخلاف، يعقوب من غير خلاف يثبت الياء. الوقف بهاد باق بالياء لمك مع وال واق، هذه الكلمات اختص بها الإمام يعقوب بالوقف عليها بالياء. فما له من هاد يقف من هادي، وما لهم من الله من واقي، من ولي ولا واقي اللي في الرعد. فما له من هاد الزمر في الموضعين. وما لهم من دونه من والي اللي في الرعد. وما عند الله باقي، وما كان لهم من الله من واقي اللي في غافر. باقي القراء قرأوا فيها بالحذف، طبعا منهم يعقوب. يعني الكلمات الأخيرة هذه اختص بها الإمام ابن كثير المكي. هذا والله تعالى أعلى وأعلم. في أي سؤال؟ يا رب استغفرك. في أي سؤال؟ اللهم آمين يا رب. طيب جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.